في هذا اليوم وفي هذا المساء كما قال الشاعر أحمد إبراهيم: لما تعملي كوبوكي الناس هيحبوك. الناس هيحبوكي؟ تعالى. وطبعا سارق المقادير، فيلا ننزل بالمقادير. يلا ننزل بالمقادير. هنستخدم كوبايتين دقيق، 1 و2. ننزل بالدقيق، بس انا هستخدم كوبايه واحده. بعدها نجيب كوباية ميه دافية ونحطها بالتدريج. صح، كوبايه ميه دافيه ونحطها بالتدريج. هنجيب شوية ملح صغيرين. شايف مهاراتي حاجة فاخر من الآخر. وادي رشه الملح على طريقه الشيف احمد. انا بدأت احس ان انا ببوظ الطبخة، عشان طبعا عارفين انها سكر، فلما بحط ايدي في العجين بيتحط فيها سكر، فخايف تبوظ. ملناش دعوه، عادي طالما عندك تليفون وبتدخل على النت تتوقع تشوف اي حاجه. ده وبعدها نسيبها تتخمر لمدة نص ساعة تقريبا. تتخمر ولا تتحجب؟ عسل يا احمد، عادي ولا يهمك. وطبعا كل ما تلاقي العجينه بتلزق زود شويه دقيق بس بالتدريج. وبعد ما لففناه بهذا الشكل ونفردها كده بالشكل ده. جاء وقت التقطيع. وناخد منها قطعه ونفردها كده على طبق فيه زيت. ونحطها في ميه بتغلي ونسيبها تلت ساعه. نطلعها ونحطها في ميه ساقعه تلج. حاجة هنستعملها هي الصلصة، بس طبعا مش هنستعمل الصلصة دي عشان مضرة. لا معلش، انا هستخدم كيسين صلصه. وبعد ما تقطع التوميتوز حطهم في الخلاطيتوز. الحمد لله ان احنا وفرنا موضوع الخلاط واستخدمنا صلصه احسن. وننزل عليهم بنص كوبايه ميه. بعدها احط معلقة كبيرة من نفسي وشويه سكر عشان احمد مش فاضي يجي لي البيت. ورشه فلفل اسود ورشه كمون ورشه شطه. والجامد يقول لي دي علبتين. بعدها تجيب اي صوص من عندك وهتحطه. لا، هنحط معلقه عسل اسود وسيبكم من اللي هو قاله ده دلوقتي. وبعد هذا العك الكثير قوي ده، ما هو طبيعي عك، في حد يعمل اللي انت بتعمله ده؟ حاليا جاء وقت ان احنا نحط كوبوكي. ملناش دعوه، احنا سيبنا الصوص يغلي 5 دقايق وهننزل كده بالشكل ده. انا حطيت شويه جبنه. جبنه ايه يا ابني؟ كفايه هتموتنا حد ياخد منه التليفون. ويعني دي ده ابعد حاجه انه يكون كوبوكي. ما هو طبيعي، ملوش علاقه، انت لسه واخد بالك؟ ملناش دعوه، احنا هننزل هنا بالشكل ده بعد ما سيبناها تغلي تلت ساعه. اخر هو ده شكل الكوبوكي. يعني بص، يستنى حاجه في منتهى الاستغفر الله العظيم بصراحه، بس انا اقسم بالله فرحان بيك ان انت بتحاول. حاليا جاء وقت الحقيقه. يلا نشوف الحقيقه. باينه باينه من غير ما تدوق. وحش قوي. 0/10 0/10 نجمه. ادوق انا بقى، بسم الله. بجد يا احمد جربها بالطريقه دي وهتعجبك جدا، بس تقل الصوص شويه عشان ده خف مني. وبس كده، كان معكم عمر جمعه. ما تنسوش تعملوا لي فولو اخواتي في الله. سلام عليكم.